المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة تكملة عن سلسلة الفيديوهات بتاعة القروش التذكارية القديمة. بس عايزين قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا يا رب بالفرج القريب. وتكون أول عملة معانا النهاردة اللي هي الخمس قروش بتاعة سوق القاهرة الدولي، وهنلاقي العملة دي كتير النهاردة معانا. الخمس قروش اللي هي سوق القاهرة الدولي إصدار سنة 76، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1976. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.55 جرام، والقطر بتاعها 25 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة، بسعر الأنصر 275 جنيه بواقع 5.5 دولار. والأسعار على سعر إن الدولار كان ب50، يعني دلوقتي سعر الدولار رفع تاني، فعشان كده أنا بقولك اكتب الأسعار عندك بالدولار. تمام. نخش على تاني عملة، الخمس قروش بتاعة الذكرى الخمسين بتاعة شركة بورتلاند للأسمنت. دي أصدرت سنة 1978، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1978. الوزن بتاعها 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. وكمية السك المعروفة عنها 500,000 قطعة فقط لا غير، يعني 500,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 200 جنيه بواقع 4 دولار للقطعة الواحدة. هتقولي طب هي كميات السك قليلة بس سعرها رخيص خالص كده ليه؟ هقولك ده بسبب يعني العرض والطلب، يعني العملة مش مطلوبة كتير. تمام، بس ليها سعر، يعني أنا بحس برضو إيه بعرفك. نخش بقى على الخمس قروش بتاعت الثورة التصحيحية. إصدار سنة 80 1980، وانتهى إصدارها سنة 1980 برضو. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.55 جرام، والقطر 25 مليمتر. السماكة بتاعتها 1.35 مليمتر. وكمية السك المعروف عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير. بتاع ده سعرها 400 جنيه بواقع 8 دولار. نخش بقى على العشر قروش بتاعت الفاو، اللي هي عليها صورة الأبقار وكده يعني. إصدار سنة 1970، وانتهى الإصدار سنة 1970. وانت لما تيجي تكتب العملة ما تقولش 10 قروش الفاو كذا، لا، اكتب الإصدار، سنة الإصدار، تمام، وانتهى إصدارها سنة كام، وتكتب شكل العملة عشان في فاو كتير. تمام. المهم يعني دي إصدار سنة 70، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1970 برضو. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 25.5 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 500,000 قطعة فقط لغير، 500,000 قطعة فقط برضو لغير. بسعر القطعة الواحدة 425 جنيه بواقع 8.5 دولار. نخش بقى على العشر قروش اللي هي سوق القاهرة الدولي برضو. هيكرر معانا حوار سوق القاهرة الدولي ده. إصدار سنة 1972، وانتهى الإصدار سنة 1972. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 500,000 قطعة فقط لا غير. بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 300 جنيه بواقع 6 دولار. نخش على العشر قروش بتاعت اللي هي الاتحاد الاقتصادي. إصدار سنة 1977، وانتهى الإصدار سنة 1977. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.6 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 1,000,000 قطعة. بسعر الأنصر كام؟ 250 جنيه بواقع 5 دولار. نخش بقى على سابع عملة معانا النهاردة، العشر قروش بتاعة سوق القاهرة الدولي برضو. إصدار سنة 78، وانتهى إصدارها سنة 1978. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، السماكة 2 مليمتر. وكمية السك المعروفة عنها 500,000 قطعة فقط لا غير. بسعر للأنصر 250 جنيه بواقع 5 دولار. نخش على تمن عملة معانا النهاردة، العشر قروش بتاعة وزارة المالية. إصدار سنة 1979، وانتهى الإصدار سنة 1979. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.45 مليمتر. كمية السك المعروفة 1,000,000 قطعة فقط لا غير. في ناس كتير هتاخد يعني بالها ان انا بقول السماكة والوزن. ده مش عشان اطول الفيديو، انا عايز اطول الفيديو، انا العملات كتير عندي بالالوفات، عملات بالالوفات، عقبال ما انزلها على القناة هاخد سنين.
انت فاهم قصدي؟ بس انا بجيبها عشان في ناس بتشتري وبتهتم، يعني عايزه تعرف العمله مغشوشه مش مغشوشه، وفي عملات سعرها بيعدي، فاكيد لازم يعرف. فهي بقت يعني ان انا لازم اقولها في الفيديو، في كل فيديو، عشان الناس تبقى فاهمه مش اكتر، عشان بس ايه الناس ما تفصلش مني في حوار الوزن والسماكه ده. تمام. بسعر الأنصر 425 جنيه، بواقع 8.5 دولار. خش بقى على العملة اللي قبل الأخيرة، ال10 قروش بتاعة اللي هو اليوم التعليمي العالمي للتعليم. إصدار سنة 1979 وانتهى الإصدار سنة 79، معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 5.96 من 100 جرام، والسماكة بتاعتها 27، قصدي القطر بتاعها 27 مليمتر. السماكة بتاعتها حتى هنا مش لسه بقول لكم، السماكة هنا برضو مش موجود. كمية السك المعروفة 500,000,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 500 جنيه، بواقع 10 دولار. نخش على آخر عملة معانا النهاردة، ال10 قروش بتاعة يوم الدكاترة. إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار سنة 1980، معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.4 من 10 مليمتر، وكمية السك المعروفة عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 575 جنيه، بواقع 11.5 دولار. واكتب الأسعار، يعني أنا على فكرة دي أسعار يا جماعة متوسطات، عشان برضو لو حد ما شافش السلسلة اللي كلها وجاي في الفيديو ده جديد، دي أسعار متوسطات، بحيث إن أنت يعني أنا جايب اللي هو ما بين أعلى سعر مش زايدة عليه، وأقل سعر يعني لسه بادئين المزايدة، فاهم؟ فبجيب لك متوسط سعر وأقول لك عليه، ودي أسعار الأنصر. تمام. يعني الانسر ده يعني خارجه من البنك، يعني انت لو العمله معاك حالتها جيده او رديئه، قلل في السعر بنسبه 20%، 30%. ده يعني لو انت هتنزل الحاله الرديئه 30%، الحاله الجيده مثلا قول 15%، 20%، بس ما تجيش يعني على نفسك او في العمله. تمام. وكل حاجه مطلوبه دلوقتي والله يا جماعه، وبتتباع على المواقع، وقلت لكم في الفيديو اللي فات. تمام. ف يعني هنا كده خلصت الفيديو، وطبعا مكملين ان شاء الله في السلسله، في الفيديوهات الجايه في نفس السلسله ديت، عشان برضو ايه الناس اللي معاها العملات دي تبقى عارفاها. وبس كده يا جماعه، يعني لو انت مشتركتش في القناه وعجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه يعني، وشايف ان فيه تعب ومجهود على فكره، حوار ان انا اقعد ادور على كل معلومات العمله واكتبها، وحوار يعني. تمام. فيعني ادعي لنا كده بالتوفيق، واشترك معنا في القناه، عايزين نوصل ان شاء الله 14,000 مشترك باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.